حاجة من الحاجات اللي بهرتني في مراتي إن هي تعرف غالبا كل الأحياء البحرية. تقول لها دي سمكة إيه فتقول لك اسمها كذا وبتعيش في كذا، ودي قوقعة اسمها مش عارفة كذا، ودي بتعيش في الحتة الفلانية وبتاكل الحاجة الفلانية. وكنت مستغرب قوي، هل بس عشان هي جاية من بيئة بحرية وكانت عايشة في مدينة بحرية؟ هل ده له علاقة بالتنشئة بتاعتها؟ لكن اكتشفت ان هي مش بس بتحب الكائنات البحرية، لكن كمان بتحب الزرع. دايما عايزة يبقى في البيت في زرع، وحتى لو ما عندناش جنينة لكن بتستخدم البلكونة في الزرع. بتحب الحاجات اللي فيها بيئة، تحب تخرج وتبص على الحاجات الطبيعية. اكتشفت انه واحدة من انواع الذكاءات اللي موجودة هي الذكاء البيئي. ازاي اتعامل مع الطبيعة، ازاي اتعامل مع السمكة، ازاي اتعامل مع الحيوانات، ازاي اتعامل مع الورد، ازاي اتعامل مع الزراعة. لو انت شخص مهتم بالحاجات الطبيعية والحاجات البيئية زي الحيوانات وزي الزراعة، اسمائهم وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه، او لو انت طفل كنت بتحب تلعب بالديناصورات وحافظ اسامي الديناصورات، ده معناه ان انت شخص عندك ذكاء بيئي. ده معناه ان انت ممكن تشتغل جيولوجي، ممكن تشتغل راجل بيولوجي، ممكن تشتغل في الصيدلة، ممكن تشتغل في الطب، ممكن تشتغل في حاجات كتيرة ليها علاقة بدراسة المناخ، ليها علاقة بدراسة البيئة، ليها علاقة بكتير من دراسات البيئة اللي حوالينا، وازاي نتعامل مع البيئة اللي حوالينا، وازاي نتعامل مع الحيوانات والكائنات المختلفة. وده نوع من انواع الذكاءات اللي ناس كتيرة قوي موجودة حوالينا بتحبه، وتلاقيهم مش بس بيحبوه لكن بيحبوا يبقوا موجودين فيه. فيحب يروح رحلة في الطبيعة، يحب يعمل مخيم، يحب يروح يعمل حاجة ليها علاقة بالطبيعة والكائنات الطبيعية، إن كانت مزروعات أو حيوانات أو من الأسماك أو الطيور أو غيرها.